أي حاجة بغيتي تتحكم بها في حياتك خدم على 3 حوايج: النية والمشاعر والأفكار. إلا عرفتي تتحكم بهم غادي تتحكم في أي حاجة. الطاقة هي النية اللي كتحرك أي حاجة. فاش كتوجه التركيز ديالك لواحد الحاجة كتكبر، إلا وجهتيه الخوف كيكبر، وإلا وجهتيه للحرية كتكبر. خاصك تفهم أنك عايش في واحد الوعي كوني بحال البحر ديال الطاقة، وحنا كاملين طاقة وجزء منها الطاقة الكونية. انت في واحد الواقع اللي كتحكموا فيه أفكارك، واللي كتجذب فيه نفس المستوى ديال الأفكار ديالك والمشاعر ديالك. أي حاجة طاقة وحنا طاقة، وكتجذبوا الطاقة اللي كتشبهنا. فلوس، الدار، الطوموبيل، كلهم طاقة. باش تقدر تجذبهم خاصك تكون كتحس بالمشاعر ديال أنك انت المال، انت القيمة. انت في المجال اللي كتحرك فيه الأفكار ديالك والمرآة اللي كتعكس التركيز ديالك. الكون ما كيهموش واش انت واعي او لا ما واعيش، هو كيتفاعل مع كل روح. الكون كيتفاعل معك على حسب الصورة الداخلية اللي كتشوف بها نفسك والعالم. الكون ما سقوش شنو بغيتي تكون، ولكن السيستم اللي خلق فيه الله خلاه يتعامل معك بالطريقة اللي كتشوف بها راسك وشنو اللي كتعتقدو على راسك، وكيفتح لك واحد المسارات اللي كتنسجم مع الوعي ديالك والنوايا ديالك والقرارات ديالك. الكون ما كيعاقب، ما كيكافئ، ولكن كينسجم مع الصورة الداخلية ديالك. هو الانسجام ما بين الداخل والخارج، ما بين الذكر والأنثى، ما بين القمر والشمس، ما بين الليل والنهار، ما في الداخل في الخارج. حقيقة الموت كيغير غير واحد اللبسة، ولكن الهوية ديالك الحقيقية كتبقى ترجع. والنسيان كان ضروري باش يخدم التجربة، باش يكون الشعور حقيقي، وباش تحس بالخوف الحقيقي، وباش تكون ردة الفعل الحقيقية، وباش تنضج. حيت النسيان واحد الآلية اللي كتخلي التجربة حقيقية، باش تفيق وتشوف الإبداع ديال الله في الكون وفيك وتفهم الرسالة. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إلا ما فهمتيش الرسالة بسبب الشهوات ديالك اللي ما خلاتك تشوف الحقيقة ديالك، سورة الإسراء: إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. السؤال هنا: واش ما كتحس براسك عايش في جهنم؟ وإلا كنتي مسلم وما درتي حتى شي حاجة باش تكون مسلم ولا باش تخلق مسلم، علاش انت ما عارف في القرآن الأرض توصفات بالمهاد وجهنم توصفات بالمهاد؟ إخوان، الأجوبة اللي كتقلبوا عليها راه كاينة في الفيديوهات اللي حطينا قبل في الباج. حيت بدا من كيسولني في التعليقات وشحال قد نكتب لك انا في التعليقات، والمشكله كنكون انا حاط فيديو والمشكله الا الكتابه ما كتوصلش المعنى. الا كنت غادي نوصل لك في الفيديو مثلا واحد 90%، في الكتابه غادي نوصل لك غير واحد 20%. اخوان، درت واحد الجروب جديد في التليجرام، وغادي نحط لكم فيه الجوهر ديال المعلومه اللي ما غاديش تلقاها في كتوبه، حيت ما خاصش كلشي يعرفها لاسباب متعدده الا اللي كيبحث على الحقيقه. حيت هاد المعلومات مرتبطه بالاستحقاق ديالك. حيت الا كنتي باغي تعرف ما وراء الستار راه غادي توصل، والثمن راه رمزي مقارنه مع المعلومات اللي في التليجرام راه والو. وصلوا على النبي، نتلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله.